انت فايتك كتير جدا لو انت فعلا ما شفتش الفيلم ده لحد دلوقتي. القصة بتحصل في التسعينات، وقت ما البلد كانت غرقانة في حرب أهلية بشعة. الحرب دي كلها كانت بسبب المجوهرات، اللي هو الماس اللي بيستخدم أو بيستخرج من مناطق الحروب وبيتباع بطرق غير قانونية عشان يمولوا بيه الأسلحة. طبعا يا جماعة نسيت أقول لكم الفيلم ده من بطولة ليوناردو دي كابريو، وده كفيل تخلي الفيلم في حتة تانية خالص. هنا بنقابل داني أرشر، مرتزق شاطر وتاجر ماس، راجل عملي بيهمه الفلوس وبس. وفي نفس الوقت بنتعرف على سولومون فاندي، وهو صياد بسيط وطيب بيتسجن غصب. هناك بيكتشف ماسة نادرة جدا وكبيرة بشكل مش طبيعي، بس المأساة انه في نفس الوقت بيفقد عيلته بسبب الحرب. الفيلم مليان اكشن، مليان مطاردات، مليان انفجارات، مليان كل حاجه. بس الاجمل انه مش مجرد فيلم مغامره، ده كمان نقد واقعي للطمع البشري، بيوريك ازاي ممكن الناس تبيع كل حاجه عشان الفلوس. وهنا بكلمكم عن واحد من افضل الافلام المفضله بالنسبه لي يا جماعه، وهو فيلم بلاد دايموند. ما تنسوش تعملوا فولو، حفظ الفيديو وشير، وتشتركوا في قناه اليوتيوب في البار. سلام عليكم.